فنية بتقول في حاجتين اتنين فقط. ظاهرة جنوب شرق آسيا اليابان وكوريا على وجه التحديد وكيف غيرت هذه الفرق من موازين كرة القدم ومن معايير كرة القدم بالسرعة والنقل السريع واللياقة البدنية العالية، ده ظاهرة. والظاهرة الثانية المغرب، يعني كلمة كده عريضة، المغرب بتلعب نظريا بطريقة 4-3-3، ودي طريقة كل الناس بتلعب بيها، لكن طريقة التنفيذ هي طريقة فريدة من نوعها. لو انت سيادتك كده جبنا شريط كل مباريات المنتخب المغربي وعلى وجه التحديد بداية من الأدوار الإقصائية، ووقفت الصورة عند أي هجمة على المنتخب المغربي، هتلاقي ظاهرة غريبة جدا، إن الفارق في المسافات بين آخر لاعب في الدفاع اللي هو رومان سايس وأول لاعب في الفريق اللي هو راس الحربة يوسف الانصاري، بين آخر لاعب وأول لاعب 25 ياردة على الأكثر. يعني الفرقة كلها لما بترجع ترتد بتعمل لك، بتقفل بصورة حديد زي ما أنا قلت لك كده في خلال 25 ياردة من الخط الجانبي للملعب للخط الجانبي للملعب، ومن بداية الهجمة بتاعت الفريق لغاية ياسين بونو، الطريق ده مقفول بالضبة والمفتاح. طيب لحد هنا ما هو ممكن فرق كتير تلعب كده، نعم صح؟ نعم. احنا لعبنا كده في كاس الامم الافريقيه ووصلنا النهائي بس ما خدناش اللقب. بس الجديد بقى اللي عمله المنتخب المغربي ايه؟ وهو ده اللي هيتناوله التقرير الفني، بقول لك من دلوقتي ان المنتخب المغربي هو اقدر فريق في كاس العالم كلها بين ال 32 فريق اللي راحوا كاس العالم، على انه لما يحصل انه يستحوذ على الكوره بعد ما كان فقدها يطلع بيها في هجمه مرتده. ازاي انا في كل كوره، حتى لو مثلا انا مزنوق جوه منطقه الجزاء والفرقه اللي قدامي بتلعب كوره وبيردها الدفاع وهكذا، في وسط الزحمه دي اللي يستلم يسلم لواحد في منطقه فاضيه يعرف انه يطلع بالهجمه. حاطين اتنين، حكيم زياش في اليمين وسفيان بوفال في الشمال، هم دول اللي ياخدوا من الزحمه ويبداوا يطلعوا في الفاضي اللي هو المنتخب المغربي، حتى وهو يعني مضغوط جدا ضيع فرص كتير. يعني ماتش اسبانيا اللي هو اصعب، في رايي انا اصعب ماتش واجهه المنتخب المغربي. المنتخب الاسباني بيهاجم طوال المباراه تقريبا ومستحوذ على الكوره، كان وقتها 75% من وقت المباراه مقابل 25% للمنتخب المغربي، ورغم ذلك المنتخب المغربي وصل الى مرمى اسبانيا 4 مرات بانفرادات لوليد شديرة حتى لما خرج يوسف الانصاري بعد كده. فاذا المنتخب المغربي نفذ اسلوب لعب فنيا وانت بتتفرج عليه في ال 25 ياردة اللي بيتحرك فيها المنتخب المغربي، مفيش اي فريق هيقدر يخترقه، وفي نفس الوقت هو من ال 25 ياردة دول هيعرف يعمل الانتشار بتاعه ويوصل لمرمى اي فريق. حتى يعني لو المغرب لعبت اي فريق في العالم دلوقتي بالطريقه دي مش هيقدر يخترقها. البرازيل اللي خرجت، الارجنتين، اسبانيا، البرتغال، فرق حتى ما لعبتهاش، لن يتمكن حد من اختراق هذا الدفاع الحصين وحارس المرمى الرائع ياسين بونو للمنتخب المغربي. وفي نفس الوقت اي فرقه من دول مهما كانت قوتها هقدر بالطريقه اللي انا بلعب بيها ديت اطلع بالكوره ووصل الكوره الى مرمى الفريق المنافس. في لقطه واحده اخر حته في الحته دي عشان نتكلم فنيا ازاي الروح القتاليه بتخليك تنفذ ده. هي لقطه لا هي لقطه جول ولا واحد انقذ كوره من على خط المرمى ولا بتاع. في كوره كانت طالعه اوت امبارح، اشرف حكيمي جري عليها كما لو كان واحد بينتحر عشان الكوره هتطلع اوت. يعني اصلا دي كوره ممكن تصيب اللاعب باي مشكله عضليه، لان هو طار في الهواء ولحق الكوره قبل ما تطلع اوت عشان يلحق رمي التماس. دي الروح اللي وصلت المغرب للمربع الذهبي. طيب